السجون اتعملت عشان مين؟ تسجن صحفيين؟ ان شاء الله يكون نبي عليه الصلاه والسلام، استغفر الله العظيم يا رب. استغفار لم ينفع صاحبه في دنيا الناس على الأقل. سرعان ما بدت كلمات وزير العدل المصري الأخيرة تلك بمثابة فخ أردى صاحبه. يصعب على المصريين مهما يكن تمرير إساءات كهذه لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما لو صدرت عن وزير عدل ذي خلفية شرعية. وما اعتقدش ان كان عنده الجراءه ان هو ممكن يشبه باي حد تاني، مثلا لو رئيس غلط هحبسه. هو يعني ان شاء الله ربنا هيورينا عقابه فيه. بدا الجميع على اختلاف مشاربهم في سباق محموم للتنديد بوزير العدل المصنف من صقور النظام الحالي. انفتحت على الزند أبواب غضب عارمة شعبيا وإعلاميا، حتى أصدرت مشيخة الأزهر بيانا يشجب كلماته المسيئة. في بلد كمصر بعد الانقلاب قد تذهب بك الظنون إلى ما هو أبعد من مجرد ترك وزير سليط اللسان ليلقى مصيره. ففي عصر الرأي الواحد والنغمة الثابتة قد لا تكون مصادفة أن تفتح على رجل كالزند أبواب جهنم إعلاميا وسياسيا من رموز وأذرع ثبت عليها من قبل تحركها بالتوجيهات المباشرة. لم يقل المشهد الأخير في وزارة الزند إثارة عما سبقه، فتحت وطأة النقد المتصاعد تنقل وسائل إعلام مصرية أن رئيس الحكومة طلب من الوزير تقديم استقالته. بعدها تضاربت أنباء الاستقالة ليعلن رسميا في وقت لاحق إعفاء الرجل من منصبه. مجلس إدارة نادي القضاة أصدر بيانا أكد فيه التمسك ببقاء المستشار أحمد الزند في منصبه وزيرا للعدل، ومساندته في مواجهة الحملة الممنهجة التي يتعرض لها على مدى الفترات الماضية. ليست أولى سقطات الزند وإن كانت أخطرها من الناحية الدينية، لكن الإطاحة السريعة به على هذا النحو رغم كل ما قدمه لفريق الثالث من يوليو حتى من قبل الانقلاب العسكري تشير برأي البعض إلى أن النظام السيسي يمر بظروف قد لا يمكن معها تحمل سقطات محرجة كهذه، حتى لو كانت من غلاة أنصاره كعكاشة من قبل والزند أخيرا، وقد تأتي البقية.